ومرحبا بكم في برنامجنا أم الدنيا. معنا اليوم الفنانة التونسية الجميلة. أهلا بحضرتك مصر. اهلا وسهلا يا حسام، وتحيه طبعا ليك كبيره يعني على مجهودك الرائع جدا فعلا، يعني صحفي مجتهد بس مش عارفه انت جيت هنا ازاي. الصحفي لازم يكون شامل في كل حاجة، مش حاجة معينة. لا طبعا انت مجتهد جدا، انا بحييك على ده. ربنا يخليك. ومعانا الفنان المطرب الجميل الشاب الواعد الفنان مختار حسين. اهلا بحضرتك يا فنان. اهلا بيك يا حسام، فرصه سعيده ان انا شفتك. ربنا يخليك كل سنه وانت طيب. انت طيب يا فندم. في البدايه يا فندم كلمينا عن في حاجه جديده عن الاكونت على الفيس وعلى تويتر وعلى انستجرام على اكتر من حاجه، وفي دعايه جديده كبيره قوي ان في فيلم جديد هينزل ان شاء الله في 2016 هيتم تصويره قريب. هل الكلام ده صحيح ولا هل دي اشاعات؟ لا طبعا مفيش حاجه تتكتب على الفيسبوك بتاعي تكون اشاعه، يعني ده اكيد. طبعا بالنسبه لي انا ومختار الحسيني ان شاء الله هيجمعنا الفيلم ده، وانا يعني بقول ان الفيلم هيعجب جمهورنا. فبالنسبه لمختار طبعا لانه اول فيلم هيكون له موجود في مصر، وان شاء الله هيعجب الناس كلها. احنا مش هنتكلم عن الفيلم كتير الحقيقه لان انا عايزه اسيبه مفاجاه، وفي مؤتمر هيتعمل هنتكلم فيه عن الفيلم، وطبعا هتكون من المدعوين فيه ان شاء الله. ربنا يخليك. بالنسبه للاستاذ مختار هتكون معانا النهارده، ولازم نسالك برضه بالنسبه للفيلم قصه الفيلم عباره عن ايه؟ وابطال الفيلم ايه؟ انت بتصمم ان شاء الله باذن الله هيبقى في مؤتمر صحفي قريب باذن الله، هنعمل فيه تفسير فيلم ده نفس الكلام على فكره. الافطار ما فيش اي حاجه جديد. بس بعيد عن ده كله ان انا سعيد جدا ان انا شغال مع شهران طبعا وممثله غنيه عن التعريف، فطبعا بالنسبه لي ده اضافه ليا ان انا اشتغلت معاها، وزي ما قلت لك ان شاء الله هيبقى في مؤتمر قريب وهنعمل فيه كل التفاصيل باذن الله. المؤتمر ده امتى يا فندم؟ ان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه، يعني خلال الاسبوعين دول ان شاء الله باذن الله هنعلن عنه، ان شاء الله هتبقى موجود طبعا يا حسين باذن الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم ربنا يهديك. ان شاء الله. سمعنا يا فنانه اخيرا ان حضرتك كنت عامل فيلم اجنبي في سويسرا. دول كلمينا عن الفيلم، قصه الفيلم، وكلمينا كان دور حضرتك ايه؟ هو انا بطلة الفيلم، هو اسمه دود يعني اسمه الموت. السويدي. بيشمل بصراحه انا بحيي المخرج الكبير السويدي اللي هو ماجنس اندش على فكره الفيلم لانها فكرته اخراجه. فكان الفيلم بيتكلم عن العنصريه. انا اشتغلت فيه صحفيه اللي هي يعني بتكون مسلمه وموجوده هناك وليها جنسيه ثانيه اللي هي جنسيه سعوديه. فجدا بانضمامي لمؤسسه عبد القادر الحسيني انا بوجه له تحيه كبيره جدا. طبعا كان لي عقد مع مؤسسه عبد القادر الحسيني وانا جيت من السويد عن طريقها. والحاج عبد القادر الحسيني على فكره هو منتج الفيلم ومنتج لينا برضو انا ومختار في شغلنا الجديد، لان احنا مش هيختصر بس ان احنا عندنا فيلم بس، لان احنا عندنا كمان ديوت ان شاء الله هيتسجل قريب جدا وهيتصور برضه فيديو كليب. تمام ان شاء الله. فده شيء جميل يعني. في 2016 ان شاء الله. هو ده. طبعا نفسي ان انا اشتغل مع شهران طبعا من زمان. فطبعا الحمد لله ان ربنا حقق لي حاجه زي كده، دي اول حاجه، وثاني حاجه ان شاء الله باذن الله نعمل شغل كويس جدا وحاجه تكون جامده كده باذن الله. خير يا فندم، تحب تضيف لنا حاجه؟ بشكرك جدا يا حسين، شكرا بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. تحب تضيف اي حاجه؟ انا بس عايزه اقول له حاجه، هقول له يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. ما بنامش الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك. لا عايزه سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك. يا حبيبي هواك جنني وكفايه كفايه جراح، وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح. ما هو يعني ماسك ايدك، ما هو قلبي مشغول بيكي، حبك جنني. شكرا لكم. احنا بس حبينا يعني نقول الكلمتين دول للناس، بس على فكره ان احنا مش عايزين نطلع كل اللي عندنا. بس انا هقول حاجه واحده بس عشان خاطرك يا حسام، عشان انا مش عايزه اقول ده بس عشان خاطرك هقول. واحنا عندنا ان شاء الله غنوه هي اسمها ما بحبكش، يعني عكس اللي احنا كنا بنقول فيه دلوقتي. هي كلمات الشاعره أميمة عبد الرحمن،
وامل عبد الرحمن امل يعني. وطبعا الالحان الفنان الرائع والكبير المحترم طبعا عصام اسماعيل. ممكن في ناس ما بتعرفش عصام اسماعيل، ما فيش يعني مستحيل ما حدش يعرف عصام اسماعيل. عصام اسماعيل هنكون لنا شغل كتير معاه ان شاء الله في الايام القادمه. احنا بنقول ايه يعني نخليها مفاجاه احسن، علشان بجد انا مش عايزه اقول الكلام عشان اخاف يتسرق. بنشكرك جدا. شكرا جدا لحضراتكم وكل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا ليك يا حبيبي وكل سنه وانت طيب كمان. وشكرا برضه للرائع الجميل اللي معانا